السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض القلقاس بطريقه سهله جدا، وهنعمل رز بشعريه، وهنعمل سلطه خضراء. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حلقكم كل جديد. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجه نقول بسم الله. انا هنا معايا حله على البوتاجاز فيها ميه، وابتدي ان انا اسلق اللحمه بالشكل ده، وابتدي ان انا انزل عليها بالتوابل. ننزل عليها بورقتين ورق لوري، وننزل عليها ببصله، وننزل عليها بنص معلقه فلفل اسود، نص معلقه كزبره ناشفه، وننزل عليها بثلاث فصوص حبهان، ونسيب اللحمه تستوي معانا كويس جدا. بعد كده اكون مجهزه معايا القلقاس، مقطعه القلقاس مكعبات بالشكل ده، وابتدي ان انا اجيب عندي فوطه نضيفه وانشف القلقاس كويس جدا. انا هنا مش بغسل القلقاس خالص ولا بجيب عليها اي نقطه ميه. ببتدي ان انا بعد ما بقشر القلقاس واقطعه مكعبات بالشكل ده، ببتدي ان انا انشف القلقاس بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. واكون مجهزه معايا ربطه من السلق، واكون مجهزه معايا ربطه من الكزبره الخضراء، واكون مجهزه معايا ربطه من الشبت. وابتدي ان انا ارطف الخضره بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. باخد بس منها الورق زي الملوخيه بالظبط، ما باخدش العيدان بتاعتها. وبعد كده ببتدي ان انا اكون مجهزه معايا صينيه، وابتدي ان انا انزل بالسلق والخضره بالشكل ده، وابتدي ان انا اخلطها بالمخرطه زي ما حضراتكم شايفين. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نبتدي ان احنا نخلطها كويس جدا لغايه ما توصل معايا للدرجه الناعمه بالشكل ده. وبعد كده اكون مجهزه معايا طبق على جنب، وابتدي ان انا امسك السلق بالشكل ده، وابتدي ان انا اضغط عليها بايديا بالشكل ده، وابتدي ان انا اصفيها من الميه بالشكل ده. الميه هنا احنا مش بنرميها خالص، احنا بنقدر نستخدمها معانا في القلقاس. ببتدي ان انا اصفي السلق بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، ولازم انشف السلق كويس جدا من الميه. بعد كده ودي كمية المية اللي طلعت معانا من السلق، شايفين ما شاء الله كمية جميلة ازاي. بعد كده بكون مجهزة معايا الشوربة بتغلي كويس جدا على البوتاجاز، وبعد كده اكون منزلة فيها القلقاس، وابتدي ان انا انزل على القلقاس بعصير ليمونة كاملة، وابتدي ان انا انزل على القلقاس بمية اللي نزلت من السلق بالشكل ده. تديها لون جميل جدا، وفي نفس الوقت تديها طعم كويس جدا. وبعد كده اكون مجهزه معايا صينيه، وانزل عليها بمعلقه كبيره من السمنه البلدي، وانزل عليها بمعلقه كبيره من الثوم المفروم ناعم، واحمر الثوم مع السمنه بالشكل ده. وبعد كده ببتدي ان انا انزل عليها بالسلق والخضره بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، واقلبهم كويس جدا لغايه ما السلق يستوي معايا. اعرف ازاي ان السلق استوى معايا؟ لما ينشف من الميه، وكمان الاقي لون السلق يغمق معايا بدل ما كان من اللون الفاتح للون الغامق كده، يكون استوى معايا بالشكل ده. بعد كده ببتدي ان انا انزل بيها على القلقاس بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، واسيب القلقاس ان هو يستوي معايا. بكون مجهزه معايا حله على البوتاجاز، انزل عليها بمعلقه سمنه، وانزل عليها بمعلقتين كبار من الزيت، وابتدي ان انا احمر الشعريه بالشكل ده. واول ما الشعريه توصل معايا للون الذهبي، اكون مجهزه معايا رز غسلاه كويس جدا ومصفياه من الميه، وابتدي ان انا انزل بيها على الشعريه لما توصل معايا للون الذهبي بالشكل ده. وبعد كده ببتدي ان انا احمر الشعريه كويس جدا مع الرز، وبعد كده ببتدي ان انا اسقي الرز بالشوربه، وبعد كده بسيب الرز معايا يستوي. وده كده شكل النهائي للقلقاس. شايفين ما شاء الله لونه جميل ازاي، وغير كمان طعمه جميل جدا. جربوا القلقاس بالطريقه دي هتعجبكم جدا. وده كان فطارنا النهارده. عملنا القلقاس بطريقه سهله جدا، وعملنا رز بالشعريه، وعملنا سلطه خضراء، وكمان عملنا عصير العناب. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.